باب الطيارة بيتفتح، بنلاقي مرات رئيس فرنسا بتزقه كده وبتقول له غور. رئيس فرنسا يا جماعة، مين رئيس فرنسا؟ فرنسا دي من الدول العظمى في العالم. رئيس فرنسا ده اللي كان بيهدد بوتين رئيس روسيا. رئيس فرنسا ده معاه حق الفيتو في الأمم المتحدة. رئيس فرنسا ده معاه أسلحة نووية ممكن يدور العالم في أي لحظة. بيتعامل كأي شخص أقل من العادي، وبتقول له غور ما فتحوا الطيار وبتزقه من وشه. أمال لما بيتقفل عليهم قصر الإليزيه بتعمل إيه؟ بتشبشب له يعني ولا إيه؟ ده حاجة غريبة والله. في حين إن لو في واحدة عندنا جوزها أصغر منها، يا سلام، بيعاملوها كأنها عبد، كأنها تيت. مع إن مرات رئيس فرنسا بريجيت أكبر من إيمانويل ماكرون ب24 سنة. هي كانت المدرسة بتاعته، حبها وهو في ثانوي. كانت في الوقت ده متجوزة واحد موظف في البنك، ومعاها 3 أولاد منه، من موظف البنك ده. اتطلقت منه واتجوزت إيمانويل ماكرون. في حين إن في بعض كان شكك في نوعها، يعني كان في طلع شوية حملة إعلامية كده بتقول لك إيه ده، هي راجل وعامل عملية تحويل أو تصحيح. طب إزاي يا جماعة؟ ده مخلفة 3 عيال. عندها 72 سنة دلوقتي، وعنده 48 سنة، ما شاء الله. وبتعاملوا عملية زوجة ند بالند. عندنا بقى العرب أو في مصر يعملوها كأنها هي عبدة. فالناس حتى الرؤساء والناس بيتعاملوا كأزواج بسرعة عادية. وارد الست تزق جوزها، جوزها يزقها، يتنرفزوا على بعض. بس ديت كان ناقص فاس من عندنا وتروح مشكاه وتجري وراه في الطيارة. يا نهار أبيض، لو بتجري وراه في الطيارة والشبشب في إيديها، تخيلوا المنظر، يبقى حتة منظر.